الآن الناس الشباب والشابات بالذات مغرمون بما يعرض في الفضائيات. حتى لقيت المسلسل العمل للناس مشكلة في العالم ده، لقيت واحد كاتب في عربيته بورا كاتب عليه اسمه، يعني قال ملك الحب، قال. فاستغربت، لأنه نحن ما عندنا قدوة بالطريقة دي. معناها نحن معناها اللي بيعمل الكلام ده ما عنده قدوة. دخل علي بن أبي طالب على امرأته وعلى زوجه، تعرفونها، فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها. علي بن أبي طالب متزوج فاطمة الرسول عليه الصلاة والسلام الزهراء رضي الله عنها. هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من لا يضاهي في الفخار أباها رضي الله عنها. لقى عندها بتتسوق بمسواك أراك، داير يخترق مشاعرها، داير يؤثر عليها، داير يقترب منها. الآن الأزواج بيتضجروا، وأنا حوريكم كيف بيتضجروا حسب بعد شوية. قام جا شال منها القضيب بتاع الأراك، شالوا منها، هي اتخلعت، ما قال لها السلام عليكم، ولا قال لها كيف أصبحتوا، ولا كيف قيلتوا. دي مفاجأة. قام شال المسواك وبيتكلم مع المسواك، بيعاين في المسواك، بيقول له شنو؟ حظيت يا عود الأراك بثغرها، أما خفت يا عود الأراك أراك، لو كنت من أهل القتال قتلتك، ما فاز مني يا سواك سواك. تقول لي مهند نور؟ ده كلام ده بالله يا أخي. يا أخي الناس، يا أخي نحن أمة عندنا نماذج زي ده بيمثلوا والناسبة، بيمثلوا بالكذب. ده جد، ده ما تمثيل، ده كلام جد. عاين للقضيب وقال له هذه الأبيات الراقية. بالله تخيل كيف سيكون أثر هذه الأبيات على مشاعر زوجته. يا سلام. الرجل العاقل يقدس ويحترم ويخترق، يحسن اختراق مشاعر زوجته. بالمناسبة الشريعة ممكن تتكلم عن الشهوة. يعني في الترمذي حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، الرجل إذا وضع يده على امرأته ولمسها بغير شهوة، لمسة تعطف ورحمة، تحاتت ذنوبهما من خلال أصابعهما كما تحط الورقة شجرها، الشجرة ورقها، كما تحط الشجرة ورقها. تخيل لو خدت ايده فيها بس، سبحان الله، حاجة عجيبة. خلاص لو نظر إليها نظرة رحمة، نظر الله إليهما من فوق 7 سماوات بالرحمة. حتى أتذكر، ودي قصة حصلت حقيقية، واحد بيصلي معايا أنا وأنا وريته الحديث في المسجد، قلت يا أخواننا في الترمذي الرجل لو قاعد يعاين لمرته بس كده نظرة رحمة، الله بيعاين له من فوق 7 سماوات بالرحمة. قام هو مشى عشان يطبق الموضوع ده. قال لي أنا طلعنا السراير وقاعدين، والمرة جابت لي شاي المغرب، قال لي وأنا متكي قاعد أعاين لها. قلت له يا راجل جنيت، تعالوا كلني مالك بتعاين لي كده. قلت له والله الغلط منك انت، لأنك ما معودة وما كلمته. ميمونة زوجته تقول تأخر علي صلى الله عليه وسلم بعد العشاء، وزوجته النبي صلى الله عليه وسلم النوبة المرة بتجيها بعد 11 يوم أو بعد 9 يوم على حسب أزواجه بيكونوا معه. 9 متزوج 9 معنا، الوحدة اللي لازم بتجمع 9، فهي منتظراه ويجيها. قام يتأخر عليها، قامت استعجلت وقالت معناها تأخر، ومشت تونس مع بقية النسوان وقفلت الباب، قالت ما بفتح له ولا يخش. هذه ميمونة مع من؟ مع سيد البشر، مع صفوة الخلق، مع الكامل، مع كامل الأوصاف، مع المبعوث رحمة للعالمين عليه الصلاة والسلام. فأغلقت دونه الباب، فطرق الباب فلم تتكلم ولا ردت عليه ولا اشتغلت به. قام بيعرف هو طبعا كيف يحركها. قال سألتك بالله ألا فتحت، سأل بالله، ما مرة مؤمنة. قامت طوال جات جنب الباب لكن ما فتحت. قالت لي في ليلتي تذهب وتطوف ببعض نسائك، الليلة حقتي تمشي تتونس مع نسوانك وتتأخر معي، بعد العشاء تجي طوالي. فقال لها، ورها الحقيقة وحل المشكلة بغير ضجيج ولا ضوضاء، لأنه يعرف طبيعة المرأة. ماذا قال؟ قال صلى الله عليه وسلم لها إنما حقنني بول فخرجت أبول. بس يعني هي فهمت غلط، هو اتأخر لأنه حقنه بول، وكان إذا أراد أن يبول يبعد مسافة بعيدة جدا لحيائه.
ولعفة نفسه صلى الله عليه وسلم.